عشان عايز اوصل رسالة بس للجمهور، جمهور نادي الزمالك الكبير والعظيم. نمرة واحد، أنا عمري ما كان في خلاف شخصي ما بيني وما بين المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. عمري ما كان خلاف شخصي بالنسبة له، وعمري ما أكون ممكن أهاجم نادي الزمالك أو أهاجم نتائج نادي الزمالك عشان خاطر شخص أنا مختلف معاه أو متفق معاه. بالعكس، يعني نادي الزمالك عندي نمرة واحد. نمرة اتنين، مستشار مرتضى طلع تلفظ عليا بألفاظ وقال كلام غير حقيقي. يعني نمرة واحد قال إن خالد الغندور كان عايز يشتغل في المجلة. مش عارف يعني ايه اشتغل في المجلة بصراحة. وهل المجلة دي مثلا حاجة كبيرة جدا يعني ان الواحد يشتغل فيها؟ انا اولا مش صحفي. نمرة اتنين، ايه اشتغل في المجلة يعني؟ خالد غندور ده كان اي واحد ماشي جنب النادي له تاريخ وملوش تاريخ يشتغل في نادي الزمالك. انا عمري ما استفدت من نادي الزمالك ولا عايز استفيد يعني. فكرة ان انا اشتغل في مجلة نادي الزمالك دي حاجة غريبة جدا يعني. طب هل معنى مثلا كده ان انا كنت عايز اشتغل في مجلة نادي الزمالك فرئيس نادي الزمالك رفض فانا مختلف معاه عشان كنت عايز اشتغل في مجله الزمالك؟ طب بالمنطق كده في نفس كلام المستشار مرتضى منصور قال ده انا عمال اتحايل على يعقوب السعدي اللي هو رئيس قناه ابو ظبي عشان اشغله. طيب لو انا لو انت بتتحايل على يعقوب السعدي عشان تشغلني، طب ما انا لو كنت عايز اشتغل في المجله وانت رئيس نادي الزمالك ما كنت شغلتني؟ يعني ايه ايه العكس عكاس ده يعني؟ يعني في نفس الوقت انت رئيس نادي الزمالك وانت رئيس مجلس اداره المجله، فلو انا عايز اشتغل في المجله تشغلني. فانا كنت عايز اشتغل في المجله فما شغلتنيش، وفي نفس الوقت بتتحايل على يعقوب السعدي عشان يشغلني. ف يعني ما بقتش فاهم يعني انت عايز تشغلني وما تشغلنيش وانا عايز ايه بالظبط؟ وفي النهايه انا اعلامي يعني، يعني مش بشتغل في مجله، يعني انا بشتغل في. نمره اتنين، لازم الناس تعرف كلها ان كل القنوات اللي انا مشيت منها كانت بسبب المستشار مرتضى منصور. يعني كل القناه اون تي في ما مشيت كان بسبب الكلام اللي راح اتقال لنجيب ساويرس واتقال لاكتر من واحد عشان يمشيني. تمام، دي نمره واحد. نمره اتنين، اما انا كنت موجود في اون كان سبب رحيلي ان انا بدخل المستشار مرتضى منصور معايا في ال تي سي. كان ممنوع في كل قناه وانا كنت بدخله. وساعتها الناس تقول لي ايه الشيزوفرينيا دي يا خالد؟ هو عشان ما بيخشش معاك دلوقتي؟ معلش مع احترامي، الموضوع ان هو ما بيخشش او بيخش معايا، ما انا ما بقتش اتصل بيه خالص. لكن هنا السؤال، لما كان مستشار مرتضى منصور كان ممنوع، كنت ساعتها بدخل مستشار مرتضى اللي هو رئيس نادي الزمالك اللي حصل على دوري وكأس وكان بياخد كل بطولات الصالات وكان في كرة اليد نمرة واحد ومتأهل كأس عالم للأندية وكان كل البطولات على مستوى الكورة والصالات وكده. كان الراجل ماشي 10 10 وكان بيطور في نادي الزمالك من الداخل وكان بيبنيه من أول وجديد. فطبعا ده شيء. نمرة اتنين، لازم الناس تعرف كمان ان ايه بداية الخلاف مع المستشار مرتضى منصور. المستشار مرتضى منصور كان معايا الاستاذ ابو المعاطي زكي والاستاذ بليغ ابو عايد في دريم. تمام. المستشار مرتضى بعت لي رساله كانوا بينتقدوه بكل ادب واحترام، هو لا يقبل النقد. فبعت لي رساله قال لي انا عايز ارد وليه حق الرد. قلت بره الهوا، قلت الاخراج والاعداد كلموا المستشار مرتضى منصور له حق الرد. حتى ضيوفي قال له ما عندوش مشكله، ما عندهمش مشكله. اول ما دخل راح قال الاستاذ ابو معاطي زكي استاذ بليغ ابو عايد ايه المرضى النفسيين اللي معاك دول؟ في المقابل الاستاذ ابو معاطي اتنرفز واستاذ بليغ ابو عايد وردوا عليه بنفس الرد واتخناقه وبتاع وانتهت القصه. خليتهم يتكلموا بره الهوا، هديوا، رحت مدخله تاني ساعه كامله قعد يتكلم وطلع كل جواه وانتهى. تاني يوم انت جايب ناس تشتمني، انت جايب معرفش ايه، رغم ان هو دخل معايا وكل حاجه مفيش مشكله. بعديها بثلاث اربع ايام كابتن احمد سليمان، احمد جلال رئيس تحرير الراديو، حابب ان الكابتن احمد سليمان يعمل مداخله وده رئيس تحرير البرنامج، فدخل كابتن احمد سليمان. فازاي كابتن احمد سليمان يخش معايا في الراديو؟ وكأن بيعتقد المستشار مرتضى منصور ان خالد الغندور ده ما يعني بيشتغل عنده او مثلا ده برنامجه. يعني هو دايما يقول لك ايه، انا رئيس نادي الزمالك لا احد يتدخل، انا اللي بقود السفينه وبتاع. حضرتك تقود السفينه، تغرق، تمشي، تكسب، دي حاجه ترجع لك. لكن في نفس الوقت ليس لك علاقه ببرنامج الاعلامي. البرنامج الاعلامي من حقه انه يعمل مداخلات مع اي حد لانه لازم يكون عنده حياديه في تناول المواضيع. فانت ما تجيش تقول انا عندي حق الرد وفي نفس الوقت لو اتكلمت على حد فالحد ده عايز يخش فما يبقاش له حق الرد. يبقى كده في
تناقض. يعني ازاي انت بتطالب بحق الرد لو حد جاب سيرتك او اتكلم عليك، وفي نفس الوقت انت تتكلم على الناس ولو هم دخلوا يبقى لا ما يخشوش وما لهمش حق الرد، ويبقى كل الناس بتشتم. نمرة اتنين، بيتقال ان انا شتمت المستشار مرتضى منصور. طب انا عايز اعرف انا شتمت المستشار مرتضى منصور في ايه؟ يعني ايه اللفظ اللي انا شتمت المستشار مرتضى منصور بيه؟ ولا هو كلام وخلاص؟ يعني كلام، يعني لازم نقول خالد الغندور شتمني، فخالد الغندور شتمني إيه في ايه؟ هل النقد بقى شتيمه؟ هل لما نقول مثلا في لعيبه جايه غير المستوى ان لازم يكون في اداره، لازم يكون في اختيار، لازم يكون في استقرار، كل ده الشتيمه اسمه شتيمه في عرف وقاموس المستشار مرتضى منصور؟ برضو حاجة لا منطقية. نمرة اتنين، الغريبة بقى والعجيبة، المستشار مرتضى منصور يقال، يعني والله العظيم انا مش متابع بس ناس بتقول لي والله ان المستشار مرتضى منصور دخل قال انا ايام ما كنت موجود خليت غادة غندور يعتزل ويمشي ويروح الترسانة. وده كلام غير حقيقي بالمرة، بالعكس، ده المستشار مرتضى منصور هو اللي كان واقف جنبي. يعني المستشار مرتضى منصور في ذاك الوقت وانا قلت الكلام ده وهو موجود معايا بعد اكتر من سنة وهو عارف الموضوع ده، فمش عارف تتغير المستشار مرتضى منصور ازاي. اذا كان الدكتور كمال درويش كان داخل انتخابات ضد المستشار مرتضى منصور، فطلع المستشار مرتضى منصور وقال خالد الغندور تاريخه اكبر من تاريخ كمال درويش. فالدكتور كمال درويش زعل وساعتها قرر انه يأيد رضا سيكا وما يأيدنيش انا. سافرت البرتغال مع فينجادا، كنت احسن لعيب في المعسكر في وجود دكتور كمال درويش، ورغم كده اصر والمستشار مرتضى منصور يكلمني اكتر من مره والله هتتأيد يا خالد، والله انت هتتأيد، انت لعيب كبير، انت يعني المستشار مرتضى منصور كان مساند ليا، كان هو اكتر واحد عايزني ابقى في نادي الزمالك لولا الخلاف الانتخابي ما بينه وما بين الدكتور كمال درويش. وانا حكيت الموضوع ده في اكتر من موقف، وان المستشار مرتضى منصور كان مساند ليا، هو عايزني اقعد والدكتور كمال هو اللي عايزني امشي، وكان خلاف انتخابي وقعد رضا سيكا، ورضا سيكا ساعتها قعد طول الموسم ما لعبش ولا ماتش، رغم ان فنجاده بعت ورقه بيطالب بان انا لازم اكون موجود في الفرقه. وظلمت، مش مهم، مفيش اي مشكله. فاذا يعني ايه اعتزل وانا موجود؟ كنت نائب بس انت اللي كنت عايزني اقعد، يعني انت راجل مساند ليا، يعني انا راجل سعيد بيك. بعد كده الكلام ده يا جماعه كانت سنه، الكلام ده يعني كانت سنه 2004 مثلا يعني، ومستشار مرتضى منصور اتكلمنا وشفنا بعض وبقى ضيف معايا في اكتر من برنامج. ايه اللي رجعنا ل 13 سنه ورا يعني؟ هو اي خلاف؟ وايه حازم امام عليه ضرايب؟ ايش دخل ده في ده؟ انا بقيتش فاهم حاجه بصراحه. انا بوجه رساله من هنا. المستشار مرتضى منصور على فكره في النهايه يعني هو مش خناقه، يعني ما هو ممكن بعد كده بعد شهر شهرين ثلاثه نرجع نتصالح ونتكلم ويبقى في علاقه طبيعي ومنطقي، هي مش خناقه يعني، هي في النهايه حبا في نادي احنا كلنا بنحبه وبنحترمه ونتمنى له الخير. يعني انا كخالد غندور اسعد انسان في الدنيا لما الاقي المستشار مرتضى منصور ناجح في عمله وناجح في اداره النادي وبيجيب بطولات. لكن هل ينفع مستشار مرتضى منصور يطلع في التلفزيون بقرار كده ديكتاتوري من نفسه كده من غير اجتماع مجلس اداره؟ الخمسه دول مش داخلين النادي. طب هو حضرتك عملت اجتماع مجلس اداره؟ مش في الف ب، في حاجه اسمها الف ب في الاداره اسمها اجتماع مجلس الاداره، فيها تحقيق مثلا في اي حاجه؟ يعني مع احترامي يعني نادي الزمالك محدش يقدر يمنعنا من دخوله، لان نادي الزمالك ده احنا تعبنا وعرقنا ولعبنا 17 سنه وجبنا بطولات قد كده في نادي الزمالك. ولازم نعرف برضو ان نادي الزمالك ملوش صاحب، نادي الزمالك مش واحد شريك، نادي الزمالك له رئيس بينتخب من اعضاء الجمعيه العموميه. ثم عيب قوي اما يتقال ان الناس دي لو جت اعضاء الجمعيه العموميه هتضربنا بالجزم وبتاع. ده اعضاء الجمعيه العموميه كلهم صحابنا واصدقائنا وعلى راسنا من فوق، وكلهم ناس محترمين وكلهم بيقدروا الناس اللي تعبوا داخل النادي. ثم ان اعضاء الجمعيه العموميه منقسمين ما بين اهلاويه وزملكاويه زي اي نادي، زي في النادي الاهلي مثلا. طب انا اختي مشتركه في النادي الاهلي وزملكاويه، وبالتالي لابد ان انا اكون قوي اقول لو جمهور الزمالك هيضربهم، يعني لازم اما اجي امسك كده امسك جمهور ملايين من الملايين، كل الاحترام والتقدير لاعضاء الجمعيه العموميه. وانا اتمنى ان لا احد يتكلم بلسانهم ان هم يجوا يضربوا لعيبه زي حازم امام او احمد حسام ميدو او محمد ابو عيله او ايمن يونس او انا بالجزم، عيب يعني. في النهايه مرة واثنين وثلاثة، الخلاف بيني وبين المستشار مرتضى منصور ليس خلاف شخصي،
له كل التقدير والاحترام، لكن هو خلاف على إدارة النادي وأسلوب إدارة فريق كرة القدم بالذات. وهذا الموسم هو موسم سيء جدا بالنسبة لكرة السلة، للطايرة، لليد، لكرة القدم، لقطاع الناشئين، لكل حاجة. فلازم هو يراجع نفسه ويبتدي يسمع الناس ويبتدي يصحح من الأخطاء السابقة ويقول أنا صح في كذا وكذا كذا غلط ولازم أعمل كده. وهنا السؤال، عندما يتكلم المستشار مرتضى منصور ويقول أنا جايب 3 دوري وجايب معرفش 2 كاس وجايب كاس معرفش ايه في النهائي وقدام الأهلي وصلت نهائي أفريقيا، حلو. لازم هو بقى يقول أنا ليه السنة دي خسرت الدوري بفرق حاجة و20 نقطة؟ ليه السنة دي قلت إن المباراة هتعاد ولم تعاد ولجنة التظلمات ما طلعتش قرار لغاية دلوقتي؟ وليه كمان ما ودتش الملف في موضوع فتح باب الانتقالات او التبديلات دي في يناير؟ وليه لغاية دلوقتي قناة الزمالك ما فتحتش؟ وليه مفيش استقرار في المدربين؟ ومين اللي بيجيب المدربين ومين بيجيب اللاعبين؟ وبرضه لازم نراجع نفسنا يا سيادة المستشار، انت من تتعاقد مع اللاعبين، وانت ايضا اللي بتقول لعيبه سلام عليكم انتوا لا تصلحوا. يعني انا يعني وتعالى نراجع بعض كده 3 سنين اللي فاتوا، كام لعيب جم بملايين الملايين لنادي الزمالك وما كملوش المشوار؟ وكام لعيب عشان نكون منصف، كام لعيب نادي الزمالك جابهم واستفاد منهم؟ زي كهربا، زي مصطفى فتحي، لعيبه جت بمبالغ مش كبيره واتباعت بمبالغ كبيره ونادي الزمالك استفاد منها. لكن في لعيبه كتير جدا جدا جت نادي الزمالك مشيت ولم يستفد نادي الزمالك منها نهائيا وجت بملايين. والخوف، كل الخوف ان كل سنه اغير 10 و12 و13 و14 لاعب ومفيش استقرار في الفريق. هو ده اللي احنا بنتكلم عنه، هو ده اللي احنا بنتمناه لنادي الزمالك ان يكون في استقرار والنادي الزمالك يروح للافضل. واتمنى ان اعلاميا المستشار مرتضى يكون مقل، وان هو لما يجي يتكلم مع رموز النادي يتكلم معاهم في الغرف المغلقه، وانه يترك الاعلاميين يشتغلوا شغل